السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا ما بين نادي ريال مدريد ونادي ليفربول، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز تاريخي لنادي ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 5-2. المباراة دي كانت طبعا بتقام على ملعب ريال مدريد. اللقاء انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 1-0، ويبقى كده مجموع الماتشين 6-2 لصالح ريال مدريد. ابتدى نادي ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى كورتوا، خط الظهر عندنا ناتشو وروديجر وميليتاو وكارفاخال. كان بيلعب باتنين في نص الملعب، كامافينجا وتوني كروس، وقدامهم لوكا مودريتش. وفي الخط الامامي عندنا ناحيه الشمال فينيسيوس، وناحيه اليمين فالفيردي، ورأس الحربة الصريح كريم بنزيما. اما تشكيل ليفربول فكان مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من ألكسندر أرنولد وإبراهيم كوناتي وفان دايك وروبرتسون. اتنين قدامهم فابينيو وميلنر. ويمكن مستر يورجن كلوب بيلعب بأربعة رؤوس حربة صراح، وهم جاكبو ونونيز ومحمد صلاح وجوتا. ابتدى اللقاء يعني جس نبض كده اول 5 دقايق، ولكن في الدقيقه السادسه في كوره بتروح لنونيز بعد تمريره سحريه من محمد صلاح بعد ما ضغط على فان دايك، و اسف لما غلط روديجر وغلطه واخدها منه، وادى تمريره حلوه جدا 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 لنونيز اللي ينفرد بالمرمى ولكن يصدها كورتوا. في الدقيقة 11 ابتدى بقى الهجوم بقى لنادي ريال مدريد، يعني تقريبا خلاص يعني عاوزين نقول نادي ريال مدريد كان متسيد اللقاء تماما من اوله، ولكن في بعض الاحيان ليفربول كان في بعض الكور الخطيرة. دقيقة 11 كورة على حدود منطقة الجزاء تروح لتوني كروس اللي يشوطها صاروخ ولكن يمسكها أليسون بيكر. وفي الدقيقة 14 توني كروس يستلم كرة من ناحية اليمين ويلعب عرضية في أقصى الشمال تروح لفالفيردي اللي يلعبها برأسه على القائم البعيد اللي هو القائم الأيسر. يدخل فينيسيوس بيمينه عاوز يحطها في الضيقة ولكن يصدها أليسون بيكر. في الدقيقة 20 كامافينجا يستلم كورة من ناتشو من ناحية الشمال ويطلق قذيفة تضرب في باطن العارضة وترد ويمسكها أليسون بيكر. دي كانت من أخطر الكور اللي في الشوط الأول. في الدقيقة 22 بقول لحضراتكم شوفوا حاجة ايه ده، احنا كل ده 4-5 كور لنادي ريال مدريد في أول 20 دقيقة. الدقيقة 22 مودريتش يشوط صاروخ تطلع من فوق العرض. في الدقيقة 33 نونيز بيستلم كرة من ناحية الشمال ويدخل منطقة الجزاء ويشوط قنبلة أرض يصدها بطراطيف صوابعه كورتوا. في الدقيقة 36 جوتا بيستلم كرة من ناحية اليمين ويشوط كرة يصدها كورتوا. وينتهي الشوط الاول والنتيجه التعادل السلبي بدون اهداف. الشوط الثاني بدايه ضغط برضو زي الشوط الاولاني لريال مدريد. كريم بنزيما يمرر كره سحريه لفالفيردي اللي بينفرد بأليسون بيكر ولكن يصدها. في الدقيقه 63 كره من ناحيه الشمال لمودريتش يلعبها عرضيه داخل منطقه الجزاء على رأس فالفيردي على 6 يارد يحطها ولكن يلعبها من تحت لفوق تطلع فوق العرض.
في الدقيقة 68 فينيسيوس بيخترق كده من ناحية الشمال ويدخل في قلب الملعب ويلعب كرة أرضية لكريم بنزيما اللي يستلمها ويشوط قنبلة بيمينه ولكن فوق العرض. ثم تأتي بقى الدقيقة 78 وكرة كريم بنزيما بيستلمها على قوس ال 18 كده، يلعبها لمسة واحدة على بشماله كده، بس هو كان بظهره يعني على شماله لفينيسيوس اللي تقريبا شبه كان منفرد بأليسون بيكر، يجي يشوط تجلي منه ياخدها فان دايك اللي بيطلعها على الأرض غلط، ما أخدش باله إنه على شماله في كريم بنزيما، تروح لكريم بنزيما مرة واحدة على طول يلعبها في المرمى الخالي محرزا الهدف الأول والوحيد لنادي ريال مدريد، وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد 1-0 ويتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا. بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي يورجن كلوب قال ان الفريق الاحق هو اللي تأهل واحنا لم نقدم شيء في المباراتين. انشيلوتي مدير الفني لنادي ريال مدريد قال ان هو عاوز يواجه نادي اي سي ميلان في النهائي ومش عايز يقابله في دور الثمانية. عندنا بقى الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، هي عندنا بايرن ميونخ من ألمانيا، وعندنا ريال مدريد من أسبانيا، وعندنا بنفيكا من البرتغال، ودي مفاجأة كبيرة جدا. نادي بنفيكا بيقدم أداء رائع السنة دي في دوري الأبطال، وأنا بعتبره هيبقى مفاجأة في دوري الأبطال. يعني انا متهيألي ان هو هيروح بعيد جدا لو ما اصطدمش بالبايرن او ريال مدريد. وعندنا تشيلسي الانجليزي، وعندنا 3 فرق ايطاليه اتأهلت لدور الثمانية، وهي اي سي ميلان والانتر ميلان وفريق نابولي. عندنا قرعة دور الثمانية هتقام ان شاء الله غدا الجمعة. عندنا هتبقى مباريات الذهاب هتبقى يوم 11 و 12 ابريل، ومباريات العودة هتبقى يوم 18 و 19 ابريل. النهارده ان شاء الله في مباريات مهمه في الدوري الاوروبي. عندنا مباراه العوده في الدوري الاوروبي في ملحق دور ال 16. عندنا ريال باتيس ومان يونايتد، وكانت لقاء الذهاب كان انتهى بنتيجه 4-1 لصالح المان يونايتد. المباراه دي هتقام في الساعه 8:15 بتوقيت القاهره. عندنا المباراة الثانية فايبورج مع يوفنتوس الساعة 8:15 هتبقى، وكان المباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-0 لصالح يوفنتوس في إيطاليا. عندنا المباراة الثالثة وهي مباراة الأرسنال وسبورتنج لشبونة، وده مباراة مهمة جدا. المباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2-2 في لشبونة. المباراة العودة النهاردة هتتقام في انجلترا على استاد الامارات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. وعندنا مباراة رابعة مهمة جدا، وهي مباراة ريال سويسيداد ومباراة وروما. كانت مباراة الذهاب انتهت 2-0 لصالح روما في ايطاليا. النهارده مباراة الذهاب العودة هتبقى في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهارده. نلقاكم في حلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.